الاتحاد الأوروبي يقرر إدخال مسحوق الحشرات في كل الأطعمة وحتى المشروبات، مثل المياه الغازية والألبان والخبز وحتى اللحوم المجففة. كل شيء سوف يجري إدخال فيه مسحوق الحشرات. القرار سوف ينفذ من بعد غد يوم 24 يناير الجاري، يعني أمامنا 24 ساعة. فكل مأكولات بعد ذلك سوف تأكلها من الاتحاد الأوروبي مصنعة في ألمانيا فرنسا إلى آخره سوف يكون فيها مسحوق الحشرات. طبعا المأكولات القادمة من تركيا لن يكون فيها مسحوق الحشرات. طبعا هذا المخطط كي يستمر لابد من إسقاط الرئيس التركي أردوغان، وإسقاط الرئيس الروسي بوتين، وإسقاط حكم حركة طالبان في أفغانستان، لأنه الدول الثلاث روسيا وتركيا وأفغانستان هي التي لا يمكن تطبيق فيها هذا النظام. تعالوا نبدأ ونرى، والهدف هو تعميم الأكل النباتي. فهناك مشكلة لأنهم يريدون تماما منع أكل اللحوم، وسوف يتم إغلاق كل مزارع الدواجن، سوف يتم منع أكل البيض، سوف يتم منع تناول الألبان، سوف يتم إغلاق كل مزارع الأغنام والأبقار. وأوروبا نفذت هذا، تركيا ترفض التنفيذ، روسيا ترفض التنفيذ، أفغانستان ترفض التنفيذ. فهناك مشكلتين. المشكلة الأولى أنه يجري الإطاحة بالدول الثلاث حتى يتم تعميم هذا في العالم كله. والأمر الآخر أنه الطعام النباتي غير كافي لغذاء الإنسان. الإنسان محتاج فيتامين بي 12 وإلا يصاب بالدوار ويسقط وأمور أخرى كما سنعرض. فتوصلوا في الاتحاد الأوروبي أو اليساريين، يعني الذين يحكمون العالم، اليسار توصل إلى أنه الحل الحشرات هي فيها هذا الفيتامين البديل للأسماك واللحوم. تعالوا نبدأ ونرى. نبدأ حضراتكم من هذا الموقع الألماني، وهنا الخبر باللغة الألمانية منشور بتاريخ 20 يناير يعني قبل يومين، عن قرار الاتحاد الأوروبي بإدخال مسحوق الحشرات في كل الأطعمة. هنا ترجمة جوجل: يسمح الاتحاد الأوروبي الآن بوضع مسحوق الحشرات في الطعام، وأنه اعتبارا من 24 يناير الجاري سيسمح الاتحاد الأوروبي بإضافة مسحوق الحشرات إلى الطعام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بدائل اللحوم. هنا حضراتكم قرار الاتحاد الأوروبي، وسأضع الرابط أسفل الفيديو، واللي يعرف لغة ألمانية يقرأ، واللي عاوز يترجم عبر جوجل يترجم. هنا في موقع ألماني آخر: لائحة الاتحاد الأوروبي مسحوق الحشرات مسموح به في الخبز والبيرة والشوكولاتة. وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي هناك قائمة حشرات سوف يجري طحنها ووضعها في الغذاء، مثل خنفساء عفن الحبوب. أيضا سوف يتم طحن الخنافس ووضع مسحوقها في الطعام. سيتم وضع مسحوق الحشرات في الأطعمة التالية: أولا الخبز بكل أنواعه، أيضا في البسكوت بكل أنواعه سوف يتم وضع مسحوق الحشرات، المكرونة بكل أنواعها سوف يتم وضع مسحوق الحشرات فيها، الصلصة سيتم وضع مسحوق الحشرات في كل أنواع الصلصة، أيضا البطاطس والبطاطا، كل شيء يعني يصنع من عجينة البطاطس والبطاطا الشيبسي، البطاطس المقرمشة إلى آخره، سوف يتم إضافة مسحوق الحشرات. طبعا هنا مسحوق الحشرات يضاف كأنه علاج يعني أو دواء، لأنه لما يتم إغلاق جميع مزارع الحيوانات الأبقار، وهذا المفروض يتم خلال 6 سنوات، يعني هناك أجندة الأمم المتحدة 2030 يجب إغلاق كل مزارع الحيوانات والدجاج ومنع أكل البيض وشرب اللبن إلى آخره، فيجب أن يتم هذا بسرعة. أيضا سيتم وقف اصطياد الأسماك في كل أنحاء العالم، هذا هو المخطط. ولذلك تجد في كل دول العالم يقول لك أجندة مصر 2030، أجندة السعودية 2030، أجندة فرنسا 2030، هذا قرار أجندة حتى إسرائيل 2030. فبالتالي هم بيعطوا حالا هذه الفيتامينات من خلال المساحيق، لأنه كما سنعرض عليكم الآن حاولوا أن يجعلوا البشر في الاتحاد الأوروبي يأكلون الحشرات تماما كالصين، وسنأتي للصين، لأنه الطعام الصيني والطعام الهندي أكل الكلاب والقطط والفئران إلى آخره سوف يجري تعميمه في العالم، وأكل الحشرات والديدان إلى آخره سوف يتم تعميم كل هذا في العالم. فلأن الأوروبيين غير متقبلين هذه المسائل، فقال لك نطحنها ونضعها في المأكولات وسوف تأكل، لأنه كل دولنا الإسلامية بتستورد كثير من الطعام والمأكولات والجبنة. أنت بتستورد جبنة فرنسي، لبن مش عارف جاي منين إلى آخره، فالخمور، البيرة، كل شيء سيكون فيه
مسحوق الحشرات، باستثناء المنتجات الغذائية اللي بتصنعها مصانع تركية. فلا بد من يجري إسقاط الرئيس التركي أردوغان حتى يمكن تمرير هذا وتطبيقه في تركيا، وإلا الناس سوف تأكل العيش التركي والمأكولات التركية والجبنة التركية إلى آخره، لأن تركيا الآن هي المكان النظيف. فهتكون في مشكلة لو فاز الرئيس التركي أردوغان. هذا سيؤدي إلى أنه دول العالم الإسلامي كلها سوف تعتمد على المنتجات التركية. طيب، أيضا حتى البقوليات، الفول والفاصوليا إلى غير ذلك، عندما تطحن